المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا، اتمنى ان انا كمان اكون وحشتكم زي ما انتم وحشتوني. انا عارفة ان انا غبت عليكم بقالي كتير، ما نزلتش فيديوهات بس غصب عني، وان شاء الله يا رب كده ييسر الامور وانتظم باذن الله. طيب النهاردة الفيديو جميل جدا باذن الله. الفيديو ده محتاجاه كل بنت او كل حد حس كده ان الدنيا قفلت عليه. قبل ما ابدا اي حاجه عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات. كل واحده فينا جواها قصه محدش يعرفها غير ربنا. يعني ممكن مثلا تضحكي قدام الناس وتظهري ان انت قويه، بس وانت لوحدك وبتقفلي عليكي اوضتك بتحسي ان دموعك بتنزل، وتحسي ان انت مفيش حد حاسس بيكي وان انت لوحدك. انا النهارده بقى جايه احكي لكم، مش قصه، احكي لكم حاجات كتير قوي، كلام كتير قوي من القلب. ان شاء الله يمكن الكلمه اللي انت تسمعيها النهارده تكوني محتاجاها عشان تقدري تكملي. فلو انت حاسه ان الدنيا قافله معاكي استني واسمعي الفيديو للاخر، يمكن تلاقي ان شاء الله فيه التغيير او الراحه ليكي باذن الله. بس زي ما متعودين قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. وطبعا مش محتاجة أقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان أنا بكمل بفضل الله أولا ثم بيكم. في واحدة أعرفها حياتها كلها كانت مليانة ضغط مشاكل، كل يوم تصحى من النوم وهي متوترة، تحس إن الحمل أكبر من طاقتها، مش قادرة. بيتها مليان مشاكل، في شغلها مشاكل، حتى أقرب الناس ليها ما كانوش حاسين قد إيه هي تعبانة. كانت دايما تضحك قدام الناس عشان محدش يقلق عليها، وعشان حتى لو اتكلمت محدش هيحس بيها. وفي ليلة من الليالي وهي قاعدة في الضلمة حست ان خلاص مفيش اي امل، مفيش اي حاجة في حياتها بتتعدل. وفي اللحظة دي قررت ان هي تقول كلمات بسيطة جدا. هي قالت بس: يا رب انا مش قادرة، انا محتاجة لك، ساعدني يا رب. بس تفتكروا بقى ايه اللي حصل بعدها؟ من تاني يوم بدأ ربنا يبعت لها رسائل صغيرة جدا، زي مثلا ان صاحبتها اللي ما كلمتهاش بقالها شهور اتصلت بيها وتسأل عليها. مكالمة بسيطة جدا لكن قلبها وقتها حس ان في حد افتكرها. وبعدها بيومين جالها خبر صغير في شغلها يفرحها. هي برضو مش حاجة كبيرة بس كانت كفاية يفتح جوه قلبها نور. وفهمت ان ربنا موجود، لكن لازم احنا نطلب منه العون ونستعين بيه، لان مفيش حاجة هتتغير الا بايد الله سبحانه وتعالى. المشاكل عندها ما اختفتش، في برضو لسه مشاكل، لكن هي اللي بقت مختلفة. بقت حاسة ان في قوة كده بتسندها، كأن في صوت بيقولها ما تخافيش انا معاكي وجنبك. وساعتها فهمت حاجة: جبر الخاطر من ربنا مش لازم يكون في حاجة ضخمة ولا كبيرة ولا معجزة. ممكن يكون في كلمة حلوة من حد غريب، ممكن يكون في رزق صغير جايلك من مكان عمرك ما كنت تتوقعيه، ممكن يكون راحة جوه قلبك. وعلى فكرة ناس كتير جدا كتير جدا جدا بيبقوا يعني مستنيين الراحة اللي تدخل جوه قلبهم. ودايما يقولك راحة البال والطمأنينة محدش يقدر يشتريها بفلوس حتى لو بكنوز الدنيا. فالقرب من ربنا فيه الطمأنينة وفيه الراحة وفيه السكينة وفيه الرزق وفي بصي في كل حاجة نفسك فيها.
يعني انا احكي لكم موقف حصل معايا. الموقف ده انا سبحان الله رغم ان هو يعني لو حكيته لكم موقف بسيط جدا، لكن سبحان الله انا كل ما افتكره احس جسمي كده بيقشعر. كان في مشكلة عندي في البيت، والمشكلة دي كانت مزعلاني جدا، وكنت نازلة اروح اشتري حاجات يعني من جنب البيت وكده، وانا نازلة كنت زعلانة، كنت حاسة ان انا تعبانة. فالمهم نزلت الشارع، لما دخلت المكان اللي هشتري منه الحاجة، اللي بيبيعوا الحاجة دول عندهم طفل ربنا يعافيه يا رب ويصبر اهله من ذوي الهمة. فاتفاجئ الاقي الطفل اول ما شافني ولسه بطلب الحاجة اللي انا محتاجاها، الاقي الطفل جري عليا عمال يحضن فيا وماسكني كده. فانا يعني رحت مطبطبة عليه وكده وايه في ايه، محتاج حاجة بتاع. فراح عمال يقول لي ايه مريم مريم، فانا ايه مريم مريم. فاللي فهمته بعدين ان اخواته عمالين يقولوا له دي مش مريم دي مش مريم. اتاري يعني ان هو عنده اخت برضو منتقبة لابسه نقاب اسمها مريم، لكن انا لما مريم نزلت عشان يثبتوا له ان انا مش مريم من كتر ما هو مش عايز يسيبني، فرق شاسع ما بيني وما بينها. طبعا احنا وشنا مش باين، لكن ملامح الجسم مثلا، الطول، النقاب، لفة النقاب بذات نفسها مختلفة. سبحان الله باين ان انا مش مريم خالص. لكن مين اللي بعتهولي عشان يقعد يحضن فيا ويطبطب عليا ويقول لي ويبتسم لي في وشي ويقول لي يا مريم؟ مين اللي بعتهولي؟ هل هو كده الطفل كده؟ لا طبعا. وكل اللي حواليه عمالين يقولوا له دي مش مريم، وهو يقول لهم ابدا دي مريم دي مريم. والله حتى من بعد ما اخته نزلت عشان يسيبني برضه مقتنع ان انا مريم، مش عايز يسيبني. ما سابنيش غير لما اخواته قعدوا يقولوا طب تعالى خد حاجه حلوه، طب تعالى نجيب لك كذا. فمين اللي بعت لي الحاجات دي؟ هو ربنا سبحان الله عشان يطيب على قلبي، بعت لي طفل جميل بريء يحضني يبتسم لي في وشي، يبقى مش عايز يسيبني، حتى لو حاجه بسيطه بس فيها رحمه فيها راحه. والله انا الوقفه دي البسيطه دي سبحان الله دخلت على قلبي السعاده والراحه والابتسامه، وكنت راجعه حاسه ان انا مبسوطه قوي. سبحان الله يعني. ففي فكرتني برضو بآية في سورة الشورى بتقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو اللطيف وهو القوي العزيز. الله لطيف، إذا كان في بلاء إن شاء الله هيخرجك منه بلطف، إذا كان في حاجة محتاجاها إن شاء الله هيجيبها لك بلطف. ربنا لطيف لطيف بعبادي. سبحان الله اللي بيقول على نفسه كده، بيقول لك أنا لطيف بيكي، ما تقلقيش، ما تشيليش هم حاجة، أنا لطيف بيكي، أنا هرزقك. يرزق من يشاء، هيرزقك. الرزق مش لازم في فلوس ولا حاجات ملموسة. الرزق ممكن يكون زي الموقف اللي حصل ده، بعت لي طفل بريء كده يحضن فيا ويبوسني ومش عايز يسيبني ويطبطب عليا ويبتسم لي. الرزق ممكن يكون سبحان الله زي القصة اللي حكيتها لكم من شوية، ان يجي لها مكالمة مثلا من واحدة صاحبتها تهون عليها، تبتسم معاها، تضحك معاها، تخرجها من الجو شوية اللي هي فيه، يبعت لها حاجة تفرحها. سبحان الله الرزق ده واسع، الرزق واسع. سبحان الله يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أنا القوي، ملكيش غيري، ملكيش غيري، مهما كان اللي حواليكي ملكيش غيري. انا اقوى منهم كلهم. الناس اللي جنبك دي ما تجيش عندك حاجه، فاستقوي بي انا، تعاليلي انا اللي هقويكي وانا اللي هعينك وانا اللي هعملك كل حاجه. عشان كده حابه اشارككم سر بسيط جدا. لما تحسي بالهم قولي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لكن اوعي بقى وانتي متخانقه مع حد او شاده مع حد تقعدي تقولي انا هذكر ربنا واقول حسبي الله ونعم الوكيل، يفتكر ان انتي بتحاسبيني عليه، لان الناس للاسف بتفهم ذكر حسبي الله ونعم الوكيل ان انتي بتدعي عليه. فبرضه ايه الواحد يوازن الامور. الذكر اللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني حاجه كده اللهم بارك جميله جدا، ان شاء الله هتكون سبب في ان هي تخرجك من اي هم. اولا كده خلينا ناخد الموضوع واحده واحده. جملة حسبي الله او ذكر حسبي الله ونعم الوكيل هو مش مجرد كلام، دي زي ما يكون كده مفتاح لباب الطمأنينة اللي هيدخل قلبك.
الباب الطمأنينة اللي هيدخل حياتك. تخيلي نفسك كده مثلا شايلة شنطة تقيلة جدا على ظهرك ومش قادرة ان انت تتحركي بيها، ولما بقى تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، يا هتلاقي المشوار بقى خفيف، او الشنطة كان في ايد شايلاها معاكي فهونت عليكي الحمل شوية، او جه حد يساعدك في شيلتك. كل ده ايه بقى؟ وكلتي امرك لربنا، وكلتي حملك وتعبك لربنا. هو الوحيد اللي قادر ان هو يشيل عنك حملك تعبك، هو بس والله، ولا اي حد تاني. هتقولي لي ما انا قبل كده لجأت الناس والناس دول شالوا عني او هونوا عليا. والله ده رزق برضو من ربنا، هو برضو اللي ربنا بعتهولك. الشخص ده ما جالكيش كده، هو اللي ربنا بعتهولك، بدليل ان احنا برضو بيجي علينا اوقات بنبقى محتاجين لاي كلمة لاي مساعدة وما بنلاقيش حد. خلاص هو ربنا امر في الوقت ده ان ما يسخر لكيش حد. لعل وعسى بقى ان ممكن الشخص ده اللي انت كنت منتظرة منه ان هو كان ممكن يضلك، او ممكن يكون ربنا عايزك تلجئي لي انا، مش كل مرة تجري على الناس، اجري علي انا، تعالي لي انا. ربنا عايز يفهمك ان الناس دي مجرد انا اللي بعتهم، جند من عندي، مش هم اللي حلوا لك المشكله، انا اللي حليت لك المشكله، هم بس مجرد اسباب. الجميل بقى ان مش لازم المشاكل كلها تختفي، لكن اللي بيكون حلو قوي وبيكون حاجه كده يعني جميله، ان قلبك هو اللي بيتغير. كنت شايفه ان الدنيا ضلمه، فجأة تحس ان في نور صغير كده بدأ يظهر قدامك، ومع الوقت ده النور الصغير عمال يكبر 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 لحد ما الحمد لله ما بقاش فيه اي ضلمة في حياتك. كنت حاسة انك لوحدك، فجأة تلاقي نفسك مطمئنة من غير اي سبب ومن غير ما يكون حد جنبك، انت مرتاحة، انت مطمئنة. يعني واحدة بتقول انا استمريت على حسبي الله ونعم الوكيل ولقيت نفس المشاكل بتتكرر ومفيش اي حاجة اتغيرت، كل يوم نفس المشاكل هي. لكن اللي لاحظته واللي الحمد لله ربنا جعلني ان انا اشوفه، ان انا ذات نفسي بقيت هادية، انا اللي اتغيرت، بقيت ببص للمشاكل بمنظور تاني خالص. الردود اللي كنت بردها بسرعة وسرعة الرد اللي كانت عندي الحمد لله ما بقتش موجودة. وعلى فكرة سرعة الرد دي مش حاجة هينة، ناس كتير جدا بتعاني بسبب سرعة الرد، بتخسر ناس، بيحصل عندها مشاكل كتير بسبب سرعة الرد، بتوقع نفسها في مشاكل. فسرعة الرد دي في ناس كتير قوي بتعاني منها. فهي بتقولي الحمد لله انا بقيت هادية، بقيت بفكر في الكلمة قبل ما تطلع، فبالتالي حاسة ان الدنيا بقيت اخدها مش على اعصابي، بقيت الحمد لله في ايه خلاص مش لازم ارد، عادي، هوني على نفسك. بقيت اكلم نفسي كده. مين اللي اداها الحاجات دي او مين اللي غيرها؟ ربنا، عشان هي لجأت ليه، هي اللي وكلت امرها ليه. فبتقولي بقيت ارد بكل هدوء، الحاجة اللي تستدعي ان انا ارد بهدوء وثبات، والحاجة اللي ما تستاهلش ما ادهاش اكبر من قيمتها وما ردش عليها اصلا. بتقولي مش قادرة اقولك قد ايه الموضوع ده مريحني جدا. يعني لو كانت المشاكل اختفت وانا فضلت بنفس شخصيتي دي كنت برضو هفضل تعبانة. المشاكل هتختفي مثلا من حتة، لكن انا عندي برضو مشكلة هتسبب لي مشاكل تاني وما كنتش هبقى مرتاحة نفسيا. لكن دلوقتي انا مرتاحة 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 ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يثبتها ويجعلنا احنا كمان كده يا رب. فاللي عايزة اقوله لك ان ممكن تلاقي الجبر من ربنا في تفاصيل صغيرة، مكالمة من صاحبتك، كلمة من ابنك او بنتك تخليكي تضحكي، فرصة صغيرة تجيلك في وقت مناسب كنت محتاجاه. كلها تفاصيل تبان ان هي بسيطة، لكن كلها راحة ربنا بيدخلها في قلبك عشان يساعدك بيها. يعني برضو احكي لك على قصة، النهاردة يوم القصص العالمي. كان في واحدة ظروفها المادية صعبة جدا، وكل ما تشوف يا عيني اولادها تحس بالكسرة، ان هي نفسها تجيب لهم حاجة، نفسها تعمل لهم زي الناس، فكانت حزينة جدا وزعلانة. فقالت طب انا اردد حسبي الله ونعم الوكيل. ففضلت تردد حسبي الله ونعم الوكيل طول الوقت
لسانها مش بيوقف من حسبي الله ونعم الوكيل. وفي يوم وهي كانت قاعدة عمالة تعيط وزعلانة على حالها، فجأة جالها اتصال بفرصة شغل صغيرة جدا. هي أتعابها مش كبيرة، لكن كانت على قد احتياجها في الفترة دي. هي محتاجة في الفترة دي الفلوس دي، فالحمد لله جالها على قد احتياجها. فهمت وقتها ان ربنا بيجبر بخاطرها، وان الجبر مش بس في فلوس، الجبر ساعات في توقيت يديك يقين ان ربنا شايفك. فاللي انا عايزة اقوله لكم، اي حاجة محتاجاها اطلبيها من القادر اللي بيقول للحاجة كن فتكون، لان زي ما قلنا قبل كده هو القوي العزيز. حسبي الله ونعم الوكيل معناها ان انا مش مستنية اي حاجة من اي بشر، لا رزق ولا سند ولا كلمة، انا كفاية عليا ربنا. وصدقيني اللي يعتمد على ربنا عمره ما ينكسر ابدا، حتى لو الدنيا كلها وقفت ضده هو مش مكسور، هو عزيز، هو قوي. ياما ناس كتير بنشوفهم عندهم هموم ومشاكل، وتلاقي فيه كده في وشها او في كلامها راحة وطمأنينة. مين اللي خلاها كده؟ ربنا سبحان الله. فخدي الموضوع بجدية، وكل ما تحسي بضيق وتعب وهم او حتى توتر بسيط قوليها، خليها عادة جواكي، وشوفي ازاي قلبك هيهدى، وازاي ربنا هيوريكي جبره في تفاصيل عمرك ما كنتي واخدة بالك منها، او حتى في حاجات عمرك ما كنتي متخيلة انها تحصل. فلو انت دلوقتي حاسة ان الدنيا قافلة معاكي، لو شايفة الدنيا كلها ضلمة، قولي معايا حسبي الله ونعم الوكيل، وسيبيها على ربنا، وافتكري ان جبره بيجي في لحظة. اللهم يا جابر خواطر المكسورين، اجبر بخاطر كل قلب بيسمعني دلوقتي. اللهم املأ قلوبهم طمأنينة ونور، وازرع جوانا يقين ان بعد كل ضيق فرج، وبعد كل هم سعة، وانك يا رب ما بتسيبش عبد لجأ لك ورفع ايده وقال يا رب. وكده دلوقتي اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.